السلام عليكم بنات. هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بافضل حال. نبتدي يومنا ونبتدي روتيننا بالصلاة على محمد وآل محمد. حبيت اشارككم طبختنا او غدانا لهذا اليوم، ريزو دجاج. قطعت صدر الدجاج وتبلته وضفت له ملح تتبيلة ريزو، ويعني انقع مدة تقريبا نص ساعة، وبعدين انشفه يعني من التتبيلة واضيف لها طحين. هنا بديت طبخت التمن، ضفت زيت، وراح اضيف بصل، يعني ثارمته قطع صغار هاي قدامكم، وابدي احمس الزيت والبصل سوا، وبعدين راح اضيف ظرفين ماجي، واضيف كركم او صبغة اللوزينة. هنا ضفت البصل وضفت الظرفين مال الماجي، وبديت احمسهن تحميسة يعني زينة، وبعدين اضيف التمن. وهنا ضفت كركم وضفت شوية صبغة اللوزينة عم تعطيها شوية لون اصفر، وهنا ضفت مي، وبديت قبقت جدر التمن حبايب. وهنا بديت ضفت الطحين انا متبلته ملح وبهارات وبابريكا وبهارات يعني همين ريزو، ضفتها على صدر الدجاج. هو إله هواية يعني تفاصيل، يعني مثل انه ما تخلي له هاي الطريقة، هواية يعني إلى طرق انه تطلعينه من التتبيلة وبعدين تخلينه بالطحين وبعدين تخلينه بالماء وبعدين همين ترجعينه بالطحين. انا اختصرت هاي الطريقة وضفت عليه الطحين، وبديت شوية يعني النار اول شي احمس زيت، وبعدين انصص الزيت عمود ما يطلع عند صدر الدجاج من فوق مقرمش ومن الداخل عجين، فانصص النار لا هي عالية ولا هي ناصية. وبديت يعني اقلب القطع صدر الدجاج، قطعتهن يعني انا قطع مو كبار ولا صغار، يعني وسط. وهنا بديت يعني اقلبيهن حبايب، وهنا بديت يعني اضيف بالزيت. يعني هي طبخة الريزو طبخة سهلة، يعني ابد ما تتعب، وطبعا ما شاء الله عليها كأنما مشترينها من المطعم. الدجاج ولا غلطة بنات، كلش طيب ويعني وكريسبي، وطلع من الداخل يعني مستوي، يعني مو يعني كأنما انه بعده يعني من الداخل عجين. شوفوا بنات، مقربش ومن الداخل مستوي. وهنا بدأ يعني هنا استوت منه، صبيته بالصينية. ما شاء الله عليه التمن كلش طيب، طلع تمن يعني نثري. بديت يعني اصبه بالصينية قدامكم، شاركتكم الخطوات خطوة بخطوة. وهنا ضفت الدجاج، صدر الدجاج، هنا بديت اصفطه بالصينية. بنات انا جدا ممنونة منكم انه تعلقوا لي تعليقات حلوة وتخلوا له لايكات، ان شاء الله اكون حسن اعجابكم، وان شاء الله الفيديوهات الجاية كلش حلوة، راح تستمتعون وياي بالفيديوهات الجاية. وحبايب لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل اللايك. وهنا بديت اضيف المايونيز. اكو يبيعون بالاسواق، يعني هي خلطة يعني كاملة، مايونيز وكاتشب، يعني خلطة كاملة. بس انا يعني الاسواق ما لقيت بيها هاي الخلطة اللي يبيعوها، اشتريت مايونيز وكاتشب، يعني هم يختصرونها ببطل واحد، بدل ما تشترين يعني بطل مايونيز وكاتشب هم مختصرينها ببطل واحد.
بسم الله ما شاء الله عليها كلش طيبة. طبخة الريزو كأنما مشتريها من المطعم. وهنا خلص غدانا وحبيت أخذكم جولة وياي للتسوق. رحنا أنا وأختي وراحت تشتري يعني ملابس مال أطفال، فصورت يعني صورت وحبيت أشارككم يومنا. ما شاء الله يعني المجمع ملابسه كلش حلوات. خطية هي اشترت ملابس بس ما لحقت إنه هي ترجع لبيتنا إنه يعني أشوفكم مشترياتها وملابس مال الأطفال اللي اشترتهن لأطفالها. فصارت يعني جيتها إنه سريعة يعني من السوق أو من المول وراحت من هناك لبيتها، فما لحقت يعني أشوفكم مشترياتها. ملابس أطفال وولادي وبناتي، ملابس يعني صيفية، ملابس كلش حلوة وصيفية وجديدة يعني. وما شاء الله ملابس البنات البنوتات كلش حلوات. هي خصة ملابس الأطفال كلش حلوة. وهذا المجمع يعني كامل من محتويات الملابس. يعني شنو كامل من محتويات الملابس؟ من ملابس الأطفال، الملابس البيبي، ملابس البنات، يعني من عمر يعني 6 شهور إلى عمر يعني يلبس 16 15 سنة. ما شاء الله يعني ملابسه تجنن كلش حلوات. هنا هاي البضاعة منا أختي اشترت ملابسهم من هاي الموديلات المعروضة. هاي هنا الملابس الولادية. وأسعارهم يعني لا هي غالية ولا هي رخيصة، يعني متوسطة. هنا ملابس البنوتات يعني تتراوح من أعمار 14 15 16 سنة. وهنا بدلات البنات، بدلات يعني فساتين مال بنات صغار. وهنا كراكسودات الأطفال. هنا بناطير هم تتراوح أعمار 15 16 سنة. وهنا خلاص تسوقنا وورا الشوبينج أو التسوق رحنا اتعشينا بالمطعم وسهمنا وسهمكم العافية. حبيت أشارك وأوثق وياكم اللحظات بنات. واللي هنا خلص فيديونا بنات، نلتقي في فيديو جديد. دمتم في أمان الله وحفظه بنات، باي.